حاليا مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بتنفيذ مشروع المعلم أولا، وذلك بهدف تدريب المعلمين على أحدث الطرق في تدريس المناهج في جميع المراحل التعليمية. تقوم وزارة التربية والتعليم بتطبيق برنامج المعلمون أولا، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل نصف مليون معلم على مستوى الجمهورية لخلق مجتمع تعليمي متميز وتطوير السلوكيات المهنية للمعلمين، وذلك على مدار عامين. وفي ذات السياق تقوم حاليا مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بتنفيذ مشروع المعلم أولا بهدف تكوين مجتمعات ممارسة مهنية سعيا نحو التنمية المهنية المستمرة للمعلم من أجل خلق مجتمع تعليمي متميز وتطوير السلوكيات المهنية للمعلمين. برنامج المعلمون اولا اللي بيرعاه معالي الاستاذ الدكتور طارق شوقي، طبعا صاحب الفكر العالي. احنا في تدريب النهارده، والحمد لله الفيوم كانت من اوائل المحافظات اللي حازت على تدريب المعلمون اولا. فالحمد لله الساده مدراء الادارات والمعلمين ووكلاء الادارات والجميع النهارده ان شاء الله، وهيكون اول يوم باذن الله. يستمر لحد امتى بقى؟ تمام باذن الله، يعني لغايه ما ينتهي التدريب ان شاء الله باذن الله. يعني نقول شهر مثلا كده ولا؟ ان شاء الله باذن الله. فاحنا باذلين مجهود، والعمليه التعليميه زي ما انت شايف ماشيه بنجاح، والحمد لله كله تمام. عباره عن ايه بقى تدريب هيتدرب؟ تدريب طبعا في مهارات للمهارات القياديه باذن الله، تدريب واعاده تدريب، تريننج وريتريننج ان شاء الله. هذا وقد وقع الاختيار على 144 مدرس من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لتطبيق المشروع تحت إشراف كامل من الوزارة. افتتح الأستاذ الدكتور أحمد عبدو جعيص رئيس جامعة أسيوط المعرض البيئي